السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة الوصفة سلسلة التوفير البتنجان. بصوا مش هرحمكم البتنجان من الحاجات الجميلة زي ما قلت لكم، فيها مطة كده وحلوة وبتروح وتيجي وليها أطعم كتيرة قوي. فاحنا النهاردة هنعمل البتنجان بطريقة مختلفة وجميلة ولذيذة ان شاء الله تعجبكم. هنبقى نخليها اقتصادية، فيها شوية اضافات هنحذفها مش مشكلة برضو. المهم هنعملها بطريقه حلوه. احنا عندنا هنا بطاطس تقريبا 700 جرام، يعني كيلو الا ربع، وكمان عندنا كيلو الا ربع من البتنجان، يعني تقريبا البتنجان قد البطاطس. لو عايزين تزودوا سنه بتنجان مش هتفرق، هتعززوا طعم البتنجان شويه. لو حد عايز يعزز طعم البتنجان، انا قسمت البتنجانه كده بالنص. طبعا انتوا عارفين البتنجان الشتوي مفيش احسن منه. بصوا مفيهوش اي بذور ولا اي حاجه، جميل قوي وابيض. انا عملت له زي نغزته كده شويه بالسكينه. المفروض ان انا كنت دهنت عليه زيت، بس الخطوه دي راحت مني. عشان ما يجلدش منكم ولا يعمل طبقه كده ويعمل عازل، حطوا شويه زيت، حاجه بسيطه جدا. هدخله الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. هنجيب صينيه وهنحط البتنجان في الصينيه على ورق الزبده. دي كانت اخر حته عندي برضو، ما وقفتش تمام، مفيش مشكله. هندخلها بقى الفرن وهنشوف هيطلع شكله ايه. تقريبا 700 جرام من البتنجان. عندي البطاطس بعد ما اتسلقت. انا كده دلوقتي بقشرها كلها. الوصفة دي جميلة جدا جدا والله، وخفيفة وحلوة جنب طبق مكرونة هتبقى زي الفل. وعدى اليوم الحمد لله. كده خلصنا البطاطس بعد ما سلقناها وقشرناها. هنبدأ نهرسها دلوقتي بهرسة البطاطس. وهنشوف البتنجان اللي عندنا طلعناه من الفرن دلوقتي اهو. بصوا لو انتم ملاحظين ازاي في طبقة تحسوا انها قافلة المسام خالص، مسدودة. فاحنا لو حطينا عليها شوية زيت، حاجة بسيطة كده، هيخليها احلى بكتير. انا دلوقتي طلعت كل قلب البتنجان اهوت وحطيته على البطاطس. والاضافات على فكرة سهلة وبسيطة ومتوفرة. والبيض الحمد لله ما بقاش يعني رخص سنة، مش عايزين نقول رخص قوي، رخص سنة الحمد لله. وان شاء الله باذن الله يبقى احسن واحسن. ضفنا هنا شوية ملح وشوية من الفلفل الاسمر وكمان شوية من الزعتر. بعد ما قلبناهم كويس هنضيف بيضتين بس. اهم حاجة يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة عشان الزفارة ما تظهرش معانا كده. وهنعمل اضافة بسيطة قوي. ده فتافيت العيش. فتافيت العيش ده اما عيش فينو مكسر بنحمصه ونكسره، يا اما العيش الابيض بتاعنا اللي بنجيبه من الفرن بنحمصه برضو تحميصه بسيطة بيضة كده زي ما انتوا شايفين. وبنفرمه في الخلاط او بنطحنه في المطحنه بتاعه الخلاط ونضيفته هنا. انا طبعا ببقى طحنه شويه وحطاهم عندي ركناهم لاي وصفه. خدت منهم معلقتين 2 بالظبط. دهنت الصينيه بتاعتي بالزيت وحطيت كمان فتافيت العيش دي او العيش الناعم دوت. وضفت عليه الخلطه بتاعتي وابتديت اسوي الصينيه خالص. وبعدين هدخلها في الفرن. بس قبل ما ادخلها في الفرن برضو لازم احط شويه من الفتافيت دي. الزيت اللي تحت هيحمص فتافيت العيش فهتبقى محمصه، ومن فوق هتبقى وشها محمص من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. كان طعمها جميل جدا وعجبت الاولاد بسم الله ما شاء الله، وكلوها واعجبوا بيها قوي. وعملنا طبق مكرونه جنبها جميل. واليوم عدى والحمد لله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك والتعليق الحلو من ايديكم عشان يوصل لكم كمان كل جديد من كل وصفات البتنجان. يعني خليكم مع البتنجان هتكسبوا ان شاء الله. احنا بنحاول نجدد في اكلنا البسيط عشان ولادنا ما يزهقوش من الاكل التقليدي. الوصفة دي جميلة حتى لو انا هعملها جنب طبق مسقع من اللي احنا عاملينه او اللي احنا بنحبها، يبقى كده بتنجان وده شكل تاني من البتنجان، كل واحد ياكل اللي يعجبه. هنبدأ نركن الصينية كده على جنب ونحاول نزينها. او انا دلوقتي هدوق لكم حتة بقى، لان الوصفة دي فعلا كانت طالعة طعمها ريحتها خاصة، يعني ريحتها كانت طالعة جميلة جدا. فانا بدوق بقى قدامكم كده. بسم الله. طعمها فوق الخطير. دي بقى كانت لابني اللي قاعد جنبي. كده نكون زينا الطبق وحطينا قرن فلفل حامي للناس اللي بتحب الحاجة الحامية. وبالهنا والشفا ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم.
وما تنسونيش بالاشتراك. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.